بنادم تيكون مطلق، ولكن ميمكنش يعرف بأنه مطلق حيتاش الدماغ اللي غيقولو مطلق هو بالذات الدماغ اللي مطلق. وهادي هي المعضلة الكبيرة في هاد الحياة. الإنسان كيعيش في واحد الوهم كبير سميتو المعرفة، كيحسب بلي راه فاهم وواعي، ولكن في الحقيقة راه كيتحركو في تصورات مشروطة باللي تعلمو واللي شافو واللي عقلو قادر يستوعبو. المشكل ماشي في عدم المعرفة، ولكن في هادي الثقة الزايدة اللي كتخليه يقول بلي راه عاقل وعارف كلشي. هو في الأصل ممكن يكون غارق في واحد الجهل بلا ما يحس. الدماغ عنده آلية دفاعية، تصنع لك واحد الوهم ديال الفهم وتيغطي على الفراغات باش ما تحسش بالضياع. وهادشي علاش الإنسان قليل اللي كيوقف ويسول راسو: واش أنا فعلا فاهم ولا غير كنعاود أفكار حطوها ليا المجتمع والظروف بلا ما نفكر فيها مزيان؟ هنا تتبان المعضلة الحقيقية، كيفاش تعرف بأنك خاص تعرف وانت في الأصل ما عارفش باللي ما عارفش.